السلام عليكم. كتير من الناس بتقول الحل الأمثل علشان تنزل بسرعة أو تتخلص من الدهون إن أنت تقطع السكر، قطع سكر مفاجئ يعني بدون حتى أي تحذير. هذه الفكرة من أكبر الأشياء الخاطئة اللي ممكن تعملها لنظام الدايت بتاعك. ليه؟ نفترض إن أنت راجل شخص، إن أنت شخص بتمشي مثلا في اليوم بتاكل أي حاجة بتقابلك زي أي رب بيت عادي، أو أي زي راجل بيتعامل في الشارع عادي، أو راجل بيشتغل. فبتفطر فطار عادي فول وطعمية، وبتيجي في الغدا بتتغدى أكل مسبك، وفي العشاء بتاكل أي حاجة تقابلك أيا كان، في يومك ماشي عادي. فنقول أنت بتدخل في اليوم 3000 سعر، وأغلبهم طبعا من الكارب والدهون الغير الصحية. جيت مرة واحدة أنت رحت قطعت نسبة الكارب اللي أنت بتدخلها يوميا، وتقريبا هنقول مثلا 300 جرام يوميا، 400 جرام، 500، أيا كان نسب الكارب. وجيت رحت قطعت سكر نهائي. أول حاجة عشان نيجي نقطع السكر لازم نعرف كلمة سكر يعني إيه. السكر ده بينقسم لكذا جزء. حاجة اسمها سكريات أحادية، حاجة اسمها سكريات ثنائية، حاجة اسمها سكريات متعددة. عشان ما نطولش في الموضوع ده، يعني أنا لازم أفصل في كلمة قطع السكر أي نوع سكر أقطعه. هل أنا هقطع النشا فقط، دي النشا الرز والمكرونة والكلام ده كله، ولا هقطع كمان معاهم الحلويات وأي حاجة مسكرة بتقابلني، السكر الصناعي والكلام ده كله، ولا كمان هقطع الفاكهة والخضار وبرضه الكلام ده كله. لازم أحدد نوع السكر. فما ينفعش ان انا امنع كل الاشياء دي، ممكن اقنن منها. ولازم يكون النزول تدريجي والمنع تدريجي، ما يكونش المنع نهائي ان انا افصل الشيء. ممكن فعلا توصل ان انت تنزل في الوزن بطريقه سريعه، ولكن احنا الاهم بالنسبه لنا الصحه العامه. هل بالنسبه لي ان انا انزل فتره سريعه افضل، ولا بالنسبه لي ان انا اكون محافظ على لياقتي، محافظ على صحتي، محافظ على ذهني ومعاملاتي مع الناس، بجانب ان انا انزل في الوزن؟ هو ده اللي بنفكر فيه دايما، ان انا عايز اكون صحتي جيده وفي نفس الوقت بنزل وزن وشكلي بيتحسن، حتى لو الكلام ده هياخد معايا مدى زمني ابعد. فما نفضلش طبعا ان انت تقطع السكر نهائي. واخر نقطه ممكن نتكلم فيها، ودي طبعا ليست الاخيره لان موضوع الكلام في الكارب والسكر الحاجات دي كبيره، بس في حاجه مهمه جدا، ان في خلايا في المخ بتتغذى على السكر. يعني لازم ان انا ادخل حاجه من الكارب، مش لازم سكر صريح، ادخل حاجه من الكارب ولو بنسبه لا تقل عن 50 جرام، زي الانظمه اللي هي المعقده زي نظام الكيتو او البي اس ام اف. الانظمه دي بتاخد اقل من 50 جرام، بتاخده عشان تغذي المخ. ويقال كمان ان انت ممكن توصل في غير الانظمه دي لاقل من 130 جرام يوميا من الكارب موزعين على مدار اليوم، علشان برضو تغذيه المخ والخلايا بتاعته، لان الخلايا دي لو ضعفت او حصل منها مشكله ممكن تؤثر على اشياء كتير في حياتك اليوميه. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في اليوم